النهاردة هنتكلم عن 5 أخطاء قاتلة للعضلة. أخطاء ناس كتير بتعملها وهي فاكرة إنها بتتمرن صح، لكن في الحقيقة هي بتقتل أي فرصة لنمو العضلات. أول خطأ: التمرين بدون زيادة حمل مع الوقت. ناس كتير تروح الجيم بقالها شهور بنفس الأوزان ونفس التكرارات ومستنية العضلة تكبر، وده مستحيل. العضلة بتنمو لما تحس بتحدي جديد، وزن أعلى، تكرار أكتر، تحكم أبطأ أو راحة أقل. من غير ضغط متزايد الجسم بيتأقلم ومفيش نمو. تاني خطأ قاتل للعضلة هو قلة الأكل أو الأكل الغلط. العضلة محتاجة وقود علشان تكبر. لو سعراتك قليلة أو بروتينك ضعيف، جسمك مش هيلاقي مواد يبني بيها عضل. ناس كتير تتمرن جامد جدا لكن بتاكل أكل عشوائي، وده يخلي النتيجة صفر. البروتين، الكربوهيدرات والدهون الصحية كلهم مهمين لنمو العضلات. تالت خطأ هو قلة النوم وعدم الراحة. العضلة مش بتكبر في الجيم، بتكبر وانت نايم. أثناء النوم الجسم بيفرز هرمون النمو وبيصلح الألياف العضلية اللي اتكسرت في التمرين. قلة النوم تزود هرمون الكورتيزول اللي بيهدم العضلة ويقلل التعافي والقوة. من غير 7 ل 9 ساعات نوم نتائجك هتبقى ضعيفة مهما اتمرنت. رابع خطأ قاتل هو التمرين بتكنيك غلط. رفع وزن تقيل بتكنيك سيء ممكن يديك إحساس بالقوة، بس في الحقيقة بيضيع الحمل على العضلة المستهدفة وبيزود خطر الإصابة. العضلة محتاجة شد حقيقي وتحكم في الحركة علشان تنمو. التكنيك الصح أهم من الوزن التقيل. خامس وأخطر خطأ هو عدم الاستمرارية. ناس تتحمس أسبوعين وبعدها تختفي شهر وترجع تاني، وده يقتل أي فرصة لنمو العضلات. الجسم محتاج التزام واستمرارية علشان يتطور. التمرين المنتظم حتى لو متوسط أحسن 1000 مرة من تمرين قوي ومتقطع. الخلاصة: لو عايز عضلتك تكبر لازم تزود الحمل، تاكل صح، تنام كفاية، تتمرن بتكنيك مظبوط، وتستمر. أي خطأ من دول ممكن يوقفك مكانك مهما كان مجهودك كبير. ولو عايز فيديوهات أكتر عن أسرار التضخيم وبناء العضلات بطريقة صح، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.